ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 من الفيديو اللي فات. يلا بينا الفيديو بتاع النهارده هاخدكم معايا في يوم تحفه تحفه تحفه. بس اول حاجه عاوزه نرحب مع بعض بالكتكوته الصغنونه دودو. حبايب قلبي عاملين ايه؟ جايين بقى النهارده اول اللي تقولي لا قولي. جايين ناكل فسيخ. شكرا هتطلع لنا في الفيديو ايه ده انت رايحه تاكلي فسيخ مش عارفه ايه، اصل هي ما بتحبش الفسيخ خالص بس انا بحبه وفي ناس كتير هنا بتحبه اكيد، فاحنا هناخدكم معانا بقى واحنا بناكل. يلا نبدا واوريكم شكل الفسيخ ونجوعكم معانا. يلا بينا. يلا بقى هناخدكم معانا واحنا بنحضر الحاجه. اول حاجه هنقطع بصل، تمام، ودودو هتقطع ليمون. خلاص. فيلا بينا نقطع شويه بصل محترمين عشان تبقى مش عارفين قد ايه بجد انا مبسوطه وانا باكل فسيخ، يعني حاسه كده ان انا خلاص مش عايزه حاجه تانية. امتع حاجه في الدنيا هنا ان انت تاكلي فسيخ ورنجه لا بس انا بحب الفسيخ اكتر بجد، يعني الفسيخ بالنسبه لي حاجه واو كده. طبعا الفسيخ ده بيبقى تحفه. الفسيخ ده الاكله الوحيده اللي انا باكلها وبقعد اقول كده. والله العظيم بتبقى تحفه. السكينه دي بايظه، في سكينه تانية. ادي السكينه. هنا سكينه بس يا حمزه قطعي حلو. ما هي السكينه كانت بايظه فعشان كده الليمونه ما طلعتش متقطعه حلو. لا ايدك مفيش اول ما اقطع ليمون معايا. هنروح نقطع بقيه الحاجه ونيجي نوريكم. عارفين يا جماعه على طول بروح لاصحابي وهما بيقولي بنبقى بناكل نفس الاكله دي، بنعمل نفس الحوار ده وبنتجمع كده ونروح نجيب فسيخ بقى ونجيب البيبسي والشيبسي والحاجات ونروح بقى نقضي يوم سوا ونقعد مع بعض وبتاع. بيبقى بالنسبه لي احسن من مليون اكله. طيب يومك مع اصحابك بيبقى احلى ولا يومك معايا؟ هيشوف الفيديو. معاكم انتوا الاثنين. مع اصحابك احلى ولا معايا؟ معاكم انتوا الاثنين. لا السلاح معاكي. رحت يا جماعه عشان لو محدش على فكره في ناس كتير قوي من صحابي بتفاجئوا ايه ده بجد انت عندك اخت كبيره. والله العظيم انت عارفه زينب اللي كانت معايا يوم الخميس اول مره اعرف ان هي اختك غير يوم شبكتك. ما كنتش عارفه ان انت عندك اخت كبيره. مش كذا حد من صحابي بجد يا جماعه اختي، بس هي ما كانتش بتظهر كتير، مش كانت بتحب تتصور. فانا معروفه ان هي بتصور كتير وبتاع وبخرج وكده، هي بتخرج وكل حاجه بس مش كل حاجه بتشاركها. ما بصورش بتحرج. انا بتحرج هي لا. فعشان كده ناس كتير من صحابي ما يعرفوش ان عندي اخت كبيره كده، فمتفاجئين ايه ده جيت امتى. لا شحطه كبيره موجوده اكبر مني بسنتين يا جماعه. بسنتين ايه؟ اكبر منك ب3. انت هتتم كام؟ انت تميتي 25 وانا هتم 23 في شهر 2، يعني اكبر مني بسنتين وكم شهر بجد والله. بس هي دلوقتي ايوه انا خلاص راحت عليا. لا مفيش الكلام بترفع من معنوياتها. لا انا لن انهزم يا ستي طالما اتجوزتي راحت عليكي خلاص. لن انهزم. لن انهزم. ده يا جماعه هنا انا بعمل بصل، حطينا عليه خل وهنحط عليه ليمون. عايزه بقى امسك الفسيخه كده اوريها لكم. هوريها لهم اجوعهم. وقطعنا هنا ليمونتين. المره الجايه بقى اللي بيصوتوا دولي ولادي بياكلوا بعد بره. المره الجايه بشاميل. انا مش والله كنت عامله بشاميل على اساس ان هي تيجي امبارح بس ما عبرتنيش وما جاتش. يا جماعه كان عندي حاجه يوم السبت فالمفروض اجي لها يوم السبت، فانا قايله لها ان هو يوم السبت يوم 25 في الشهر. فهي بقى حضرت امبارح وصحت بدري وطبخت بشاميل وظبطت دنيتها. اصل انا دنيا انت فين؟ انا فين ايه؟ مش انت جايه لي بنتي يوم 25 انت قايله يوم السبت. هي دخلت العيب في بعضها، بس هو ان شاء الله بقى يوم السبت الجاي مش دلوقتي. حبيت اوضح لكم بس ان شاء الله. يلا بينا نفتح الفسيخ. احنا بنرغي كتير قوي يا جماعه. يلا بينا اللحظه المنتظره. اول حاجه هنعمل بقى بس ما اقولكوش يلا صوت. هتقطعي معايا؟ لا يبقى انا بس اللي هاكل بس.
ماشي ساعة الاكل نبقى ايه احنا بس عاملين اتيكيت قدام الكاميرا. لا انتوا عايزين يا جماعه هنجيب طبق ونطلع الفخايه بالمعلقه كده، طبعا مش هنمسك الفخايه كده وبتاع. احنا هاي جدا حاجه ما اقولكوش. احنا استنى ساكت العيال واجي. طبعا مفيش كلام من ده، مش هنطلع الفسيخ في طبق ولا بمعلقه ولا الكلام من ده. هي في ناس بتعمله كده وتحترم جدا عادي، بس احنا ما بنعرفش ناكله ان احنا نطلع الفسيخ في المعلقه وطبق. لا احنا بنمسك الفسيخ كده وبنعيش بصراحه يا جماعه. يلا بينا بقى نطلع الفسيخ البطل بتاع اليوم. ريحته يا جماعه والله العظيم احنا جايبين على قدنا احنا الاثنين، لان احنا الاثنين بس هنا بنحب الفسيخ. الاطفال ليها اكل تاني، لكن انا وهي هنفترس الوحشين دول. بسم الله ما شاء الله. معلش معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه اتفضلوا معايا. ما نخلص نقول لهم تعالوا اتفضلوا معايا. اما نخلص اما ناكل وننزل الفيديو اقول لكم تعالوا اتفضلوا معايا. انا لابسه جوانتي ليه؟ عشان ايه؟ مالها ايدي؟ ما انا هاكله، بس هما كل بتوع النت بيعملوا كده فاهمه. كل بتاع النت والله انا بشوفهم على النت بيقوموا عاملين ايه، بيفتحوه من ظهره. هي بتنضف سمك بس بتفتح الفسيخ. لا والله العظيم بينضفوه كده على النت الفسيخ. هي بجد تحفه. واو. لا استني نشوف. ابني بيصوت بيلعب. ما شاء الله لحمها احمر تحفه، واصلا من ريحتها ان هي زبده والله العظيم. يعني لسه ما دقتهاش معاها، انا جوعت هي باين من ريحتها. انا قطعت بقى الفسيخ. هنشيل بقى الجريمه دي نرميها. نجيب ليمون كمان. لا كفايه قوي. نجيب كمان كفايه. مش قادره. عايزه ده بصراحه وانا كمان. بس احنا النهارده قلنا نشارككم فيديو كده لطيف بما انها جايه هي ما بتجيليش كتير شغل بقى وكده فقلنا نصور فيديو معاكم ونعمل اجواء. بس تعالوا بقى اوريكم شكل الصينيه في الاخر. وهنا كنا خلاص خلصنا. انا قطعته كده بس وفتحتها لان ما بنحبهاش مخليه، احنا بنحبها كده نحس بيها كده كأنها احنا بنحبها كده، مش من النوع اللي بنحبها مخليه قوي. وكنت هقلي بطاطس بس هي مرضتش، فهي احنا بنحبه اكتر مع الرنجة فما رضناش نقلي بطاطس. وخلاص كده كنا اتغدينا وخلصنا الحمد لله، وقعدنا نرغي شوية رغي يا جماعة بطريقة مش طبيعية. ان هي كانت وحشاني جدا جدا جدا، هي ما بتجيليش بحكم شغلها وكده فما بتجيليش كتير، فانا كنت مبسوطة قوي والله العظيم بيها اليوم دوت، وكنت يوم كان جميل قوي. ربنا يخليها لي ونفضل سند لبعض. ادعوا لها يا جماعة ربنا يفرحها يا رب. وهنا خلاص كان يومنا خلص والفيديو كمان خلص. لو عجبكم الفيديو حبيتونا اضغطوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة وقولولي بتتابعوني منين.